بتفكر تشتري مايك رخيص؟ تابع الفيديو ده. انا جبت مايك فايربول ام 9 وبصراحة الصوت انقى من مايكات السماعات اللي موجودة في الفئة السعرية بتاعته، بس الفرق مش كبير. يعني انا دفعت في المايك ده حوالي 600 جنيه، فبالنسبة لي هي ما كانتش مستاهلة قوي، لان التحسن اللي حصل ما بين المايك ده عن المايك اللي فات اللي كان في السماعة اللي انتوا شايفيني لابسها في الفيديو ده ما كانش فرق كبير قوي. فكانت الفلوس اللي انا دفعتها فيه اللي هي 600 جنيه مش احسن حاجة ان انا اعملها. كان الافضل ان انا استنى فترة واجيب كمايك اعلى. بس لو انت معاك 1000 جنيه وعايز تجيب مايك في حدود ال1000 أو أقل، فده ترشيح قوي جدا ليك. ده لو انت ما عندكش مايك قبل كده، لكن لو انت عندك مايك سماعة زي اللي معايا دي فمش هتفرق قوي معاك ان انت تجيب مايك زي ده. الأفضل ان انت تحوش وتجيب الأعلى منه. مميزات المايك بيجي بستاند معدن، خامته حلوة جدا، شكله شيك، صوته حلو بالنسبة للفئة السعرية بتاعته. بس في حاجة غريبة، الوصلة اللي بتيجي مع المايك ده وصلة مايكرو اس بي. مشكلة الوصلة دي إن هي قديمة، يعني دلوقتي كل الحاجات بقت تايب سي، اشمعنى ده اللي مايكرو يو اس بي؟ فدي كانت حاجة غريبة بالنسبة لي، الشركة اللي هي قررت تستخدم الوصلة دي أول حاجة. تاني حاجة، بس خامة السلك كويسة مش وحشة، هي الفكرة السلك هيعيش معاك، لكن أنا كنت مستغرب بس من شكل الوصلة بتاعته. وخلي بالك المايك ده فيه مشكلة ان هو بيلقط كل الاصوات اللي حواليك، وهو مايك حساس جدا للحوار ده، فايا كان الصوت اللي حواليك هيطلع معاك في الفيديو، زي مثلا صوت مروح الكيسة، اي عربية عدت من بره في الشارع هيجيب صوتها. طيب حلها ايه؟ ليه ان انت تستخدم برامج زي انفيديا برودكاست او الفلاتر اللي موجودة على او بي اس. الخلاصة، لو انت عايز مايك تحت ال1000 جنيه وانت معكش مايك قبل كده خالص وعايز تشتري واحد جديد، ده ترشيح قوي ليك، ارشحهولك فايربول ام 9. ساعات بينزل عليه عروض برضه، بيبقى خصومات كويسة على نون. لكن لو انت معاك سماعه اللي هي زي اللي معايا دي مثلا، اللي هي بحدود مش فاكر حتى اسمها، كانت ب 550 جنيه تقريبا، فانت لو معاك سماعات في الفئه دي، ففي الغالب المايكات بتاعتها هي هتبقى اقل في الجوده، ولكن الفرق مش كبير لدرجه ان انت تشتري المايك ده مخصوص. لا، لو انت عندك سماعه زي كده فانت لا، استنى شويه، حوش فلوس اكتر وهات مايك افضل. وعلى فكره الريلز ده متسجل بالصوت بتاع المايك ده، فلو انت عايز تعرف الفرق بين المايك ده وبين المايك القديم خش شوف الفيديوهات القديمه. قول لي رايك في الكومنتات على الصوت والمايك دي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.